ساعات كده واحد صاحبك يعمل حاجة يخليك عايز تقول انت غبي يلا. انت قوي على فكرة. سنة 845 ميلاديا بيتحرك أسطول ضخم جدا مكون من 120 سفينة و5000 مقاتل من الفايكنج بيوصلوا على حدود باريس اللي كان بيحكمها وقتها الملك شارل الثاني أو شارل الأصلع. بينتصر الفايكنجز انتصار ساحق وبيفرضوا عليهم ضرائب بيفضلوا يدفعوها بعدها سنين قدام. اللي حكيناه ده القصة التاريخية باختصار مخل، لكن الحدوتة اللي اتحكت في الدراما كانت مختلفة تماما عن كده. أنا عمر أسامة وده وقت الحدوتة. في شهر مارس 2013 بتتعرض أولى حلقات مسلسل فايكنجز. بتبدأ الحلقة الأولى في كاتيجن موطن الفايكنج، وبتعرف من البداية كده إن ده شعب عايش على حاجتين رئيسيتين: صيد السمك والسرقة. والله تتعرف على شخصية توجهاتها مختلفة تماما عنه. هتقولي هو مختلف ازاي؟ بيحاول يبطل سرقة يعني ويعيشوا بالحلال ولا ايه؟ اقول لك انت طيب. راجنر لوثبروك اللي هيكون بطلنا النهارده هو عنده طموح اننا بدل ما احنا عمالين نعمل غارات على الكام قرية اللي احنا عارفين طريقهم وحوالينا دول، ما نعدي البحر نشوف العالم نسرق حاجات نوقد بنات. راجنر اللي بتشوفه في البداية بيروح لعراف، العراف ده بيقول له إن اسمك هيكون منتشر في العالم كله، واللي برضه بتشوفه شخص مطلع جدا وبيدرس الأساطير والمخطوطات القديمة وبيحاول يفهم طرق الملاحة المختلفة. بيروح لقائد كتجت وقتها إيرل هارسون وبيقول له أنا عندي طريقة نعدي بيها البحر باتجاه الغرب لأراضي جديدة ننهبها ونرجع بغنائم أكتر. إيرل هارسون بيشوف إن اللي راجنر بيقوله ده مجرد هطل وبيضحك عليه العالم اللي قاعده. وعشان تتخيل معايا قد إيه كان صعب مجرد عبور بحر، أول تحدي معانا الدنيا في الشمال سحب كثيفة جدا فممكن تتوه في عز الظهر لو أنت ما قدرتش تشوف الشمس. تاني تحدي بيواجههم تصميم المراكب بطريقة تلائم إن هي تعدي بحر وفي نفس الوقت الناس اللي بتجدف ما تتعبش ولا تموت منك أصلا في السكة. راجنر بيحل المشكلة الأولانية عن طريق حاجة اسمها حجر الشمس. هو عبارة عن بلورة صغيرة أي ضوء بيدخل فيها بيتشتت ومنها بتعرف الشمس فين. فاضل كده المشكلة التانية، مشكلة المراكب وتصميمها، وهنا كان لازم يتدخل فلوك، وهو فعلا بتاع فلايك. دراع راجنر اليمين هو كمان نجار شاطر قوي وبالذات في صناعة المراكب. صمم مركب مدبب من قدام يعدي في البحر بسهولة، وده فعلا كان انوفيشن في وقتها. حلو قوي كده، معانا حجر الشمس ومعانا المراكب، نتكل على الله وربنا يبارك لنا في الغارات اللي احنا هنعملها في الغرب. راجنر وفلوكي وبقوة الصداقة كده و20 واحد جمعوهم جدعان من القرية بياخدوهم في 3 مراكب وبيطلعوا على اتجاه الغرب. لا عارفين ايه اللي هم هيقابلوه في اتجاه الغرب، مين الناس اللي عايشه هناك ديت، ولا عارفين اي حاجه خالص غير ان في ارض في الغرب هيروحوا ينهبوها وياخدوا اللي فيه النصيب ويرجعوا على طول. فعلا بيرسى مركبهم على جزيره صغيره كده تبع لانجلترا اسمها ليندسفار. جزيره صغيره قوي وممكن ما يكونش ليها اي اهميه، بس كان فيها حاجه واحده مهمه وهتضيف كتير جدا لرحله الفايكنج في اوروبا كلها. كان فيها دير مسيحي وهو دير ليندسفار. بالنسبة للفايكنجز هم هيقابلوا هناك حاجة مفيش فايكيني واحد قابلها في حياته، ديانة ومعتقد مختلف عنهم تماما، بل إن هو كمان مبني على حاجة غريبة كده عنهم اسمها التسامح. عشان يعني تتخيل قد ايه ده غريب، خليني اقول لك ان ديانة الفايكنجز مبنية كلها على الحرب والمعارك، انه لما يموت في الحرب تبقى دي احسن حاجة تحصل له في حياته، لان هو هيدخل فالهالا. فالهالا ديت يعني الجنة بالنسبة له اللي برضه هيحارب فيها. راجنر وفلوكي والكام راجل الجدع اللي معاهم بيقتلوا كل الرهبان المسيحيين اللي هم بيقابلوهم على الجزيره ديت وبينهبوا الدير بالكامل. اثناء تجوالهم كده في الدير بيقابلوا واحد من الرهبان غريب شويتين، بيطير ولا بيعمل ايه، هو بس يتكلم كلمتين كده من لغه الفايكنج. راجنر بيقرر ان هو هياخد الراهب ده معاهم ومش هيقتله، وفلوكي وقتها بيستنكر ده بس اللي هو ماشي الدنيا يعني مش مشكله. الراهب ده بقى هو أثلستان. أثلستان وراجنر في البداية مش بتتكون بينهم علاقة صداقة شبه اللي معروفة، ولكن بتبقى شبيهة بعلاقة الصداقة بينك وبين الكتاب كده. راجنر بيتعلم من أثلستان كتير جدا وبيقضي معاه معظم وقته، وفي نفس الوقت بيوسع الغارات اللي بيعملها على إنجلترا وبلاد الغرب، خصوصا مع زيادة الغنايم وإن هو بقى القائد بتاع كاتجت كلها. وبيتعلم راجنر إن الحرب مش بس سيف ومعركة، في حاجة اسمها مفاوضات، في معاهدات، وده يعني عشان احنا مش هنعيش طول العمر نحارب، احنا عايزين ندخل فالهالا ونحارب برضه.
مش عارف. المهم، في وجود ترابيزة مفاوضات راجنر كان لازم له راجل جدع كده بيفهم عن الدنيا وبيفهم في الكلام وبيفهم في اللغة. مفيش حد بالمواصفات دي غير أثلستان. فلوكي ما بقاش بس غيران وحاقد على أثلستان، هو كمان بقى قلقان على راجنر صاحبه اللي بيشاركوا من وهم أطفال المعتقدات بتاعتهم كفايكنجز، وإن هو ما يبقاش معاه في فالهالا زي ما كان معاه في الدنيا كلها. وخلينا نرجع لتطور الفايكنجز في أوروبا. بس السؤال، هم كانوا عاوزين يتوسعوا عشان الأراضي بس؟ بص، هو ولا. راجنر بيقرر إن هو يعرف أكتر عن الديانة المسيحية من خلال باريس، واحدة من أكبر العواصم المسيحية في الوقت ده. على عكس القصة التاريخية اللي الفايكنجز فيها انتصروا في أول معركة ليهم على باريس، في الحدوتة الدرامية الفايكنجز بيخسروا وراجنر بيتصاب إصابات صعبة جدا، بس رغم ده بيقرروا إن هم يعسكروا ويحاصروا باريس. وفي فترة العسكرة على حدود باريس تصرفات راجنر بتبقى مريبة شويتين. يعني بقى يقضي الوقت بتاعه كله مع أثلستان، ونادرا قوي ما بيشوف الجيش بتاعه. وكمان بقى بيتعاطى أعشاب غريبة ما هماش فاهمين هي بتخليه يهلوس أكتر ولا هي بتعالجه. وفي خلال كل ده ما بيحصل، فلوكي ما بقاش طايق نفسه. صاحبه بيموت وشكله كده ما هوش داخل فالهالا معاه، ولا بقى بيبص علينا ولا بيبص على الجيش بتاعه ولا بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين حتى. ويعني احنا دلوقتي محاصرين باريس ومستنيين بس الإشارة عشان نديهم فوق دماغ شارل الأصلع. الغريب إن مخاوف فلوكي فعلا بتتحقق. أثلستان بيعمد راجنر، بعد التعميد ده هيبقى مسيحي، والخبر بينتشر بين الجيش، بس الناس في الجيش كده شكلهم كانوا متوقعين الموضوع ومش غريب عليهم. فلوكي في اللحظة دي بيقرر ان هو ينتقم من الفعل ده بشيء مخلوط كده من الغيرة والحقد من أثلستان برضه. وبالفعل فلوكي بيقتل أثلستان، وهو مقتنع ان هو لما يقتله هنرجع تاني نبقى زي الفل ونروح فالهالا وحياتنا هتبقى عنب. لكن المشكلة الحقيقية هي ان كل اللي كان بيحصل ده كان خطة من راجنر، وده اللي بيتضح تاني يوم ان راجنر كان بيخطط لده كله علشان دفاعات باريس ببساطة استعصت عليه، حرفيا عمل نفسه ميت. وبما انه رجل مسيحي وله ما للمسيحي وعليه ما عليه، خلى الجيش بتاعه يطالب باريس ان هو يدخل يدفن جواها بصفتها اراضي مسيحية. وزي ما انت ممكن تكون توقعت بالظبط، وعلى طريقه حسام طروادة بيطلع وهو جوه وبيبداوا حرب من جوه باريس نفسها، وفعلا بينتصروا فيها وبتنتهي الحرب وراجنر بيغمى عليه تاني. طب سلام عليكم انا بقى. بعد الحرب وبعد الانتصار راجنر مغمى عليه. مين اللي هيمسك قياده الجيش من بعده؟ بيورن ابنه. بيورن لما استلم الجيش كان شايف ان مهمته تتلخص في حاجتين لازم يحلهم بسرعه. باريس دي عاصمه كبيره جدا، محتاجين نشوف مين الراجل الجدع اللي احنا هنسيبه هنا عشان يلم الاتاوه بالعدل والاحسان ويجيبها لنا. ثانيا فلوكي هنعمل معاه ايه؟ ده راجل يعني يعتبر خنا لان هو قتل اثلستان. بيورن بيقرر ان هو هيسيب عمه رولو اخو راجنر يكون هو اللي موجود على باريس ويجمع الاتاوه ويجيبها لهم على كاتاجت. وتاني حاجه بيقررها بيورن ان هو يقبض على فلوكي، ولما بيوصلوا كاتاجت فعلا بيحط الطوق في رقبته وبيربطه في وسط ساحه كبيره في نص كاتاجت، في انتظار ان راجنر يقوم من الغيبوبه اللي هو فيها ديت ويشوف هو هيتصرف معاه ازاي. نحكي الحدوته دي كلها ليه بقى؟ علشان المشهد اللي هيفوق فيه راجنر ويقوم ويبص كده يلاقي مرات فلوكي وشها متغير، فيبص لبيورن بصت يعني ايه اللي حصل وانا نايم عملته ايه؟ فبيورن بيبص له بصه كده اللي هو مفيش يا حاج والله رابطين جوزها من رقبته بره بس حوار كده. ايه ضايقت ولا ايه؟ راجنر اول ما بيعرف باللي حصل بيقول جمله بتلخص فلسفته كلها عن الصداقه. انت مفكر ان انا ما كنتش اقدر اقبض على فلوكي من بدري؟ انت كده مضطرني ان انا اتعامل مع صديقي الضال قدام الناس كلهم. راجنر هنا بيأكد ان هو كان مدرك للي فلوكي بيعمله وكان ممكن يعاقبه، بس فلوكي بالنسبه له مش مجرد جندي في الجيش ولا حد بيساعده. فلوكي بالنسبه له هو صديق عمره اللي شايف انه ممكن يكون ضل شويه وتصرف بناء على فهم الخاطئ اللي موجود عنده دلوقتي. بس دلوقتي بيورن زنقه زنقه مش كويسه كده ان هو لازم يتعامل مع فلوكي قدام الناس كلها، وده ممكن يفرقهم عن بعض كاصدقاء لبقيه العمر. المهم تخلص بقى المحادثه ما بين بيورن وراجنر على كده. فاضل يعني تفصيله صغيره كده هو لسه ما سالهوش عليها، مين اللي قرر ان رولو يستنى هناك؟ وكان باين كده من لهجته ان هو لا مؤاخذه يعني مخون رولو. فيعني بيورن كان بالنسبه له اللي هو اخوه عمي، سيب مين طيب؟ سيب فلوكي؟ خاين. مبقتش حاجه تعجبك على فكره، انت شكلك كده كبرت وخرفت. راجنر ورغم حبه الشديد لاخوه بس كان شايف ان ممكن اي حد غير رولو يستنى هناك، مش عشان رولو خاين بس عشان رولو ممكن يخون.
فراجنر يعني كان عايز يديها واحدة حرص ولا تخونش، ومن الأول كده بلاش نحط حد تحت اختبار إحنا عارفين إن هو هيفشل فيه. ويعني عشان أكمل لك حرق في المسلسل كده، فرولو خانهم فعلا في الجزء اللي بعديه وحارب مع الفرنجة. ما كان اتجوز واحدة فرنسية وقرر إن بلا خاله بلا ماله، وحارب الفايكنجز نفسهم وحارب راجنر نفسه. نرجع مرجوعنا لمحادثة راجنر وبيور. المحادثة دي كان فيها 3 حاجات مهمة. صديقه الصدوق في لوكي قام بفعل الخيانة بس هو كان مؤمن إن هو هيرجع، وأخوه رولو اللي ما خانش بس هو كان متوقع منه الخيانة، لو اتحط في اختبار هيفشل فيه. والأخير ابنه بيور اللي رغم اختلافه مع كتير من القرارات اللي هو بياخدها إلا إنه احترمه كقائد بديل ليه، وفعلا مشى قراراته ومشي وراها. راجنر كان عنده البرو كود بتاعه، وكان فاهم ان ممكن تصاحب صاحبك على عيبه، ومش لازم تبقى بتتكلم معاه في كل كبيره وصغيره، وان في بعض الحاجات غالبا هتتحل لوحدها، وان كمان لو صاحبك غلط غلطه مش لازم على طول تعلق له المشنقه، انت ممكن تستناه يلف ويرجع كده وياخد وقته وهيبقى يجيلك. المهم، أنت يا من ستكون صديقي تحب الأصدقاء يتعاملوا إزاي مع بعض؟ وهل أنت شايف إن الوضوح هو سيد الموقف دائما، ولا طول الصداقة اللي بينك وبين صديقك وعمقها ممكن يخلوكم تتكلموا مع بعض من غير كلام وتسيبوا المساحة إن واحد يروح ويرجع وعلى مهله؟ بس يا سيدي، وتوتة توتة، خلصت الحدوتة.